بتصرف فلوس على الاعلانات عشان تجيب العميل، بس تصميم البوست شكله اي كلام فبيطفشه اول ما يشوف. مش ده حرفيا يبقى رمي فلوس على الارض؟ ايه اللي بيخلي عميل يثق في براند عمره ما سمع عنه قبل كده ويبعد عن براند تاني؟ السر كله في الانطباع الاول، وفي الفيديو ده هقولك ازاي التصميم هو مفتاح الثقه ده. فاكر اخر مره شفت بوست على فيسبوك او انستجرام كان شكله عشوائي ومش منظم، او مسكت بزنس كارد الالوان بتاعته مش متناسقه وشكله مش حلو؟ انا متاكد انك عملت سكرول في ثانيه، او حسيت ان صاحب البيزنس ده مش محترف. اللي حصل ده مش مجرد ذوق، ده علم نفس. عقلنا كبشر مبرمج ياخد دايما طرق مختصره عشان يكون احكام سريعه ويوفر طاقه. في عالم التسويق الاختصار ده هو التصميم. العميل ما عندوش وقت ان هو يقرا كل كلمه او يجرب منتجك عشان يعرف انت كويس ولا لا. هو بيحكم في ثانيه واحده من خلال الشكل اللي بيشوفه وبيتعرض ليه لاول مره. التصميم السيء بيبعت 3 اشارات فوريه لدماغ العميل. اول حاجه اشاره بالاهمال وعدم الاحترافيه. العقل الباطن بيقول لو هم مش مهتمين بشكلهم وبابسط التفاصيل، ازاي هيكونوا مهتمين بجوده المنتج وخدمه العملاء؟ النقطه الثانيه بيحس بالخطر. التصميم اللي شكله قديم او رخيص بيدي احساس ان البيزنس ده ممكن يكون اي كلام، او على الاقل مش ده المكان اللي اثق فيه وادفع فيه فلوسي. النقطه الثالثه وهي الاشاره بالارتباك او التعقيد. لو تصميم البوست زحمه والعميل مش فاهم انت عايز توصل له ايه، بيحس بالاحباط وبيقرر ان التعامل معاك هيكون صعب ومتعب، فيروح للمنافس اللي شاف تصميماته واضحه ومريحه للعين. المشكله ان الانطباع الاول ده لو اتاخد صعب جدا يتغير. تصميمك السيء مش مجرد شكل وحش وخلاص، ده بيحفز في دماغ العميل انك براند لا يمكن الوثوق فيه. الخلاصه، قبل ما بتعرض منتجك انت بتعرض ثقتك، والتصميم هو اللي بيشيل الثقه دي وبيوصلها للعميل. فما تخليش تصميمك هو السبب ان الناس تخاف تتعامل معاك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستناني في فيديوهات جايه عشان الجاي اكيد هيفيدك.